في المشهد الختامي لبطولة القسم الوطني الاحترافي الثاني إنوي، استضاف فريق أولمبيك تشيرا ضيفه شباب المسيرة على أرضية ملعب أحمد فانا. المباراة انطلقت قوية وبمحاولات متبادلة بين الطرفين قبل أن يبادر فريق أولمبيك تشيرا لصنع بعض الفرص، لكنها لم تغير من نتيجة البياض. خلال الشوط الثاني سيتمكن فريق أولمبيك تشيرا من إحراز هدف الفوز عن طريق لاعبه إبراهيم أيتهم في الدقيقة 63. اولا الحمد لله على هاد الرتبه هذه اللي المرتبه الثالثه اللي ماشي سهله. كان موسم صعيب وموسم قوي، لا في مقدمه الترتيب ولا مؤخره الترتيب. الشكر كبير للاعبين اللي قدموا مجهود كبير، والطاقم التقني والطاقم الاداري والطاقم الطبي حتى هو. كنشكر الجميع، وتحيه كبيره للجمهور ديال الاولمبيك تشيرا اللي كيساندنا وكيدعمنا ودائما بجنبنا، لا داخل تشيرا ولا خارج تشيرا. كنشكروه وكنهديو له هذا الانتصار، وان شاء الله كنتمناو هذه المقابله ديال السد نكونوا عند حسن الظن ديال الجمهور ونحققوا المبتغى ان شاء الله. حنا بالنسبه لنا مباراه اليوم هي تحصيل حاصل، ومن بعد النتائج الايجابيه اللي حققنا في الاياب. كانت مباراه حنا لاعبين باش ننهيو العام بمباراه جيده لما لا الانتصار ما كتبش. فريق تشيرا هو فريق خصم كان قوي وكان تيستاهل هذه المرتبه ومحسن. الحمد لله. حنا كي تشوف الارضيه الملعب هي ثقيله شويه، والارضيه شويه ما ساعدتناش باش نلعبوا اللعب ديالنا كما ينبغي. وعلى كل حال هو حنا راضيين على هذا المستوى هذا، وخصوصا في مباريات الاياب. فوز أولمبيك تشيرا خوله رفع الرصيد إلى 49 نقطة في المركز الثالث، وبالتالي سيخوض مباراة السد أمام فريق شباب السوالم الرياضي، فيما تجمد رصيد شباب المسيرة عند 40 نقطة في وسط الترتيب.